العصاير الطبيعية مهمة في تقوية مناعة الجسم، والنهاردة هنعمل مع بعض عصير الموز والقرع بالمكسرات عشان نساعد في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وهقول لكم معلومة سريعة عن فوائد الموز للمخ. يعتبر الموز من الفاكهة المهمة اللي بتساعد في تحسين نشاط المخ وتحسين عمل القلب، عشان الموز فيه فيتامينات كتير زي فيتامين بي 6. ويعتبر الموز مهم في علاج الاكتئاب، وبكده الموز بيساعد في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير الموز القرع أو اليقطين، عشان فوائد القرع كتير، وأهمها إن القرع فيه مضادات أكسدة ومليان بالفيتامينات المهمة زي فيتامين سي ومعادن كتير زي البوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد والفسفور والزنك، فيساعد على تقوية المناعة. وكمان عايزة أقول لكم إن في القرع فيتامين بي 1 اللي بيساعد على تنشيط عمل المخ وتقليل الإصابة بالزهايمر. وبكده القرع بيساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير الموز والقرع الفول السوداني، عشان الفول السوداني يعتبر من المكسرات اللي بتقوي أنشطة المخ وبتساعد في تحسين الوظائف الإدراكية. وكمان الفول السوداني من المكسرات اللي فيها فيتامينات مهمة للجسم زي فيتامين A المهم للبصر، وفيتامين سي المهم في تقوية المناعة، وفيتامين بي 3 المهم في تحسين أداء المخ وتحسين حركة الدم للمخ. وبكده الفول السوداني يعتبر من المكسرات اللي بتساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعمل عصير الموز والقرع والمكسرات مع بعض. هنجيب قطعة من القرع ونحطها في الكسرولة ونزود عليها كوباية مية، بسم الله، ونحطها على النار 10 دقايق لحد لما القرع يتسلق. وده شكل القرع لما اتسلق. هنسيبه يبرد شوية وارجع لكم تاني. وده شكل القرع لما برد. هنحطه في الخلاط، بسم الله، ونضيف عليه صباع موز، ونزود عليهم معلقة فول سوداني مطحون أو أي نوع من المكسرات الموجودة عندنا، ونضيف عليهم معلقة عسل أبيض، ونشغل الخلاط. وبكده عصير الموز والقرع والمكسرات بقى جاهز نشربه. ولو عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي نعمل عصير الموز والقرع والمكسرات مع بعض عشان نساعد في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله.